بصوا، انا بقالي فتره مش عايزه اتكلم ومش عايزه ادخل على السوشيال ميديا اصلا ولا اقول حاجه، لكن بصراحه بقت حاجه مستفزه قوي. كل شويه الاقي حد طالع على التيك توك وعامل فيديو ويقول ويزايد بقى علينا كلنا، اللي هو ايه؟ هو انتوا ازاي بتاكلوا وتشربوا لينا اخواتي فلسطين بيموتوا؟ هو انتوا ازاي بتضحكوا في اخوات لينا في فلسطين بيموتوا؟ طب وانت يا بعيد انت بتضحك؟ انت ما بتضحكش خالص. طب انت يا اخت، وانت رايحه شغلك وانت نازله وانت بتعملي الفيديو، مش بتبقي حاطه ميك اب برضو؟ مش بتبقي لابسه ابيض عادي او لابسه احمر عادي؟ مش حد بيقولك نكته ممكن تضحكي؟ مش بتفطري وتتغدي وتتعشي وبتجوعي وبتخرجي وبتروحي سينما وبتتفرجي على اغاني او مسلسلات او ولا انت قاعده لابسه لنا اسود وبتعلني الحداد؟ ولا انت عايشه حياتك وعايزاه ان احنا نلبس الاسود والحداد؟ احنا ما نلبس اسود ليه؟ وليه ما نضحكش؟ وليه ما نفرحش؟ وليه ما نخرجش؟ وليه ما نعملش اللي احنا عايزينه؟ ليه؟ مش فاهمه انا يعني. بلدنا وقاعدين فيها بخير وامان وسلام، والله يرحمه السادات. ده بالعكس، انا كل ما بشوف الفلسطينيين بدل يعني ما اقعد انوح زي الغريبه اللي بينوحوا، لا ده انا بقرا الفاتحه للسادات، لان هو حقا دم المصريين ورجع لنا ارضنا كلها. وتحايل عليهم، مش كان حاطط لهم كرسي في المينا هاوس؟ وتحايل عليهم وزايدوا علينا. ويوم ما عملنا معاهدة سلام، كل العرب الجرب دول قطعونا، بما فيهم الوقت اللي بيبوسوهم من بقهم. هم؟ مش في دول بترقص معاهم وبتبص من بقهم واحنا اخوات واحنا مش عارفة ايه وفيديوهات كتير. ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا. انا مش هقول اسم دولة معينة. ما صدق ما دفعوش دم، ما صدق يعني لا دفعوا دم ولا حرب ولا عارفوا يعني ايه الحرب. مش زينا يعني، مش زينا. فأرجوكوا ومن ضمن المزايدات الرخيصة جدا بصراحة، رخيصة وتافهة يعني، عارفين؟ رخيصة وتافهة وبتدل على ان الشخص اللي بيعمل كده لا هو مثقف ولا هو عنده وعي ولا ومزايدة بمزايدة ولا بربع جنيه وطنية. لما كل واحد يدخل يحط علم غير علم بلده، لما كل واحد زي الأخ محمد سلام تتفق تختلف معاه أيا كان يعني، قرر ان هو يبطل شغل، هو مش هيشتغل يعني. ده انت بتمثل حضرتك لما بتضحك الناس، حضرتك ده اوريدي شغلك، ده اصلا شغلك. فانا مثلا ما ينفعش ان انا ما اروحش شغلي علشان اخواتنا في فلش تشين، مش شايلين التشين، اخواتنا في فلسطين شايلين التشين. طيب، ما اشتغلش، ما اكلش وما اشربش عشان حضراتكم تتبسطوا يعني؟ مش فاهمه. وكل واحد طالع يقول لك انا ما اقدرش اضحك، ما اقدرش ليه ليه يا بابا؟ ليه يا بابا؟ انت بلدك وجايب ارضك وعايشين في سلام والدنيا كويسه ومفيش حد من اللي حواليك اللي بيزايدوا عليك دول يفتحين الحديد يفتحين الحديد. ما بياكلوا وبيشربوا وعاملين مهرجانات. احنا مهرجاناتنا اجلناها. هما بقى اللي بيزايدوا علينا، هما شغالين عادي عمالين بيرقصوا بيهرجوا. وعلى فكره هم صح، على فكره هم صح واحنا غلط، لان حان الوقت لنبذ الفيروس اللي اسمه العروبة، اللي دخلنا فيه عبد الناصر، اللي زيه زي الإخوان بالظبط. فيروس ان هويتك ما بقتش هويه مصريه، لا، انت زيك زي الاخوان شايفين ان هويتنا اسلاميه و... والعربجيه دول شايفين ان احنا هويتنا عرب، وان احنا عرب قبل ما نكون مصريين، غصب عن الجغرافيا وغصب عن التاريخ وغصب عن المنطق وغصب عن جيناتنا، غصب عن اي حاجه. يعني حاجه يعني انا يعني اعيتني الحيل بصراحه مع الناس اللي زي ديت. آه، آه، آم، كمان بقى ايه؟ انا كنت هقول حاجه ونسيت في الموضوع بتاع ان احنا ما بنشوفش مصلحتنا وبنأجل. بنأجل ليه؟ بنأجل ليه؟ ده اقتصاد، ده اقتصاد، سواء سياحة سواء، والمهرجانات ليها علاقة مباشرة جدا بالسياحة. نأجل ليه؟ وما نشتغلش ليه؟ وعلى رأي اليوتيوبر المصري محمد المصري، اما بيقول
هو حضرتك اشمعنى اهلك اللي في فلسطين، اخواتك اللي في فلسطين، اللي شايلين تشين، انت زعلان عليهم؟ ليه ما كان ليك اخوه في الشيشان زعلت عليهم؟ كان ليك اخوه في افغانستان زعلت؟ وبعدين فكره اني انا مسلم وهما مسلمين، ايه القرف ده؟ ايه يعني؟ انا احترمك او احترم اي حد بغض النظر. أنا مش عايزه اجيب اسماء ولا قصدي محمد سلام بشخصه. اي حد يقول اصلهم مسلمين زينا يبقى انسان رخيص ومستفز ومقرف ومقزز. ليه؟ لان في حاجه اسمها انسانيه. يعني حضرتك لما تتضايق على الناس اللي في فلسطين اللي شايلين التين، انت بتتعاطف معاهم على او من منطلق انساني. الانسان زيك بيتعذب، انسان زيك بيتجوع وبيتشرد عنوة، وبيتبصله على انه اقل من اجناس اخرى او من جنسيات اخرى. وعلى رأي وزير الخارجية الفلسطيني، هو ايه الفرق يعني؟ هو في مشكلة في لوننا؟ في مشكلة في ديننا؟ في مشكلة فين المشكلة فينا او فيهم هم؟ يعني كفلسطينيين، علشان يبقى الطفل الفلسطيني اقل شأنا من الطفل الإسرائيلي، والشخص الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني يبقى أقل قيمة، وحياته أقل قيمة من حياة أي حد تاني. أنا أفهم إن أنا أتعاطف من منطلق إنساني، لكن مش منطلق دين أبدا، وإلا تبقى زيك زي انتوا عارفين يعني الدال واو ألف عين شين، تبقى زيك زيهم، زيك زي الإخوان، لانهم برضو بيتعاطفوا من منطلق الدين بس. زي ما كده ما بيطلبوا الرحمة للمسلمين بس. ف ده غيض من فيض، ده اللي انا فاكراه دلوقتي، بس انا عشان مستفزه جدا. وانا على فكره كل ما بطلع ببقى مستفزه، وببقى نفسي اقول كلام كتير قوي وبنسى. فاهمين؟ انا عماله بس بطول عشان انا كنت عايزه اقول حاجه ونسيت في الموضوع بتاع المزايدات ده. ايه تاني؟ آه مش فاكرة. أبقى افتكر ابقى اكمل.